اللي بيسأل على شكلي ليه عامل كده، مفيش ابتسامه، مفيش ضحكه، مفيش اي حاجه من دي. احب اقول لك ان انا بشحن بس علشان داخلين على فيديو كله كوميدي بالعيار التقيل. يلا بينا. عيني تعباني قوي. ليه؟ عشان ما اقدرش ابص للقمر وعيني ما تتعبنيش. ده نورك انت ولا بحب. انا مشاكلي وخناقاتي مع امي مش بتخلص وبتتعاد، هي زيها زي فيديوهات رورو البلد مثلا. هي بتتعاد هي. يا عم انا هحكي لك على مشكله من ضمن المشكلات اللي بيني وبين امي. انا امي دخلت عليا الاوضه وانا نايم على السرير، بتصحيني من النوم عشان السرير متكركب، اللي هو انت لازم تقوم تنفض السرير وتهندله عشان تنام عليه تكركبه. انت فاهم؟ والله بتكلم بجد. اللي هو انا داخل اعمل انترفيو طيب مع السرير، طيب ما انا هنام اكركبه على فكره. اللي هو ماما انا اصلا نايم فانا هكركبه، يعني انا هنعكشه. لا انت معفن، انت لازم تخليه نضيف وتنام عليه وانا اشوفه بعيني وهو نضيف، مش مهم تكركبه بعد كده. يا عم سيبك من المشكله ديت، في مشكله تانية ودي دارجه بينا انا وامي من قديم الزمان، من قديم الازل. انا واحد بحب وانا بشرب العصير اكله، عارف الفخفخينه؟ يديك معلقه ويديك شاليمو، اللي هو وانت بتشرب انت هتاكل الاثنين. فانا بحب اشرب العصير نص ضربه، فبناء عليه الخلاطات باظت. امي بقت بتعمل ايه؟ بقت بتاخد الخلاطات تخبيها اصلا من البيت. يعني انا ما اعرفش، احنا متحرم علينا ان الخلاطات دي تخش بيتنا. فين وفين عرفت امي بتخبي الخلاط مني فين، فرحت مأمن كده على المكان. بقيت عارف انت اللي هو اعمل نفسي مش واخد بالي، بس شوفها وهي بتجيب الخلاط اعرف هو منين، واعمل نفسي لا انا مش هنا، انا فين. انا مش شايف على فكره، ما اعرفش فين المكان. قلت انا امي تنام وانزل اجيب لي فاكهه واعملها في الخلاط واشرب كده العصير نص ضربه كده، ابقى باكل وبشرب. نزلت جبت الفاكهه وقلت عقبال ما انا اشغل الخلاط واعمل العصير هتكون امي صحت الموضوع ينتهي. اول ما جبت الفاكهه وجبت الخلاط ودخل المطبخ بولع النور، لقيت امي قاعده في وشي على الكرسي وعامله كده. اخس عليك يا ببلاوي انت فبقى الموضوع ان انا بقى في الحوار ده ولا اي حاجه. دينا اهو مطرود في الشارع عادي قاعد معاكم بجد والله. بس سانكس جاد يعني اخيرا لقيت راني حبيبات وحلت لي المشكله دي. بقيت باكل واشرب العصير ومن غير خلاط ومن غير حوجه ومن غير السرعه اللي جات لي دي. كده انا خلصت من المشكله بتاعتي، ناقص ان انا اصالح امي. انا عشان اصالح امي رحت جايب لها منه اللي بقت هي بتشرب وانا باكل وبشرب العصير عادي. واحلى حاجه في الموضوع ان هو بيكفي 4 افراد. احنا هنا كام واحد؟ 1 2 3 وانا الرابع. كل واحد فينا كوبايه، الدنيا هتبقى ماشيه والدنيا هتبقى في السلنكتين. خدمة العملاء هنا عندنا في مصر مش مبنية ان هو هيعرف مشكلتك فهيحلها، مش مبنية على الفهم، هي مبنية على الحفظ. فعشان كده تلاقي اغلبية اللي بيشتغلوا في خدمة العملاء طلاب ادبي مش علمي. اللي هو هيجيبوا البني ادم اللي بيحفظ وهيشغلوه. على سبيل المثال مثلا انت لو طالب اوردر اكل ورحت متصل بيه قلت له لو سمحت عايز كذا 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 كذا، تمام يا فندم، ساعة والاوردر يجي. هو خلاص هو حافظ ان هي ساعه، الاوردر خلاص بعد نص ساعه بعد ربع ساعه هي الساعه. اتصل بيه بعديها ب 10 دقايق واقول له انا طالب الاوردر من ساعه، يقول لك ايه ده بجد يا فندم ده الاوردر ده. سيبك من الاكل خالص بقى. اغبى خدمه عملاء انت ممكن تقابلها في الدنيا هي خدمه العملاء بتوع النت. انا اللي هحكيه لك ده والله حصل معايا. انا مفروض ان النت بتاعنا خلص، فانا عايز اجدد الباقه، فنزلت رحت دافع الفاتوره ودافع الارضي ودافع كل حاجه لان النت عندنا خلص. لان هو مفروض النت يقعد 30 يوم، فهي عشان شركه مش مفهومه بتقعده 10 ايام بعد كده لازم تجدد الباقه. فانا رحت دافع وعامل كل حاجه وقاعد في البيت لوحدي. امي وابويا وعيلتي كلها ما كانتش هنا، كانوا رايحين يعملوا عمره يزوروا بيت ربنا. مستني النت يشتغل ما بيشتغلش، مستني النت يشتغل ما بيشتغلش. رحت متصل بخدمه العملاء ده، بس مبدئيا انا معيش نت، فانا عشان اجيب الرقم بتاعهم دي ليله كبيره بقى، واقعد وسرش واعمل وخلي وبتاع. تمام، وجبت رقمهم رحت متصل بيهم. فطبعا وانت بتتصل انت في مرشح بقى قيمته ساعتين ساعتين ونص، فاهم انت؟ لو انت ممكن تتجوز وتخلي فيها اللي هو للغه العربيه اضغط 1. لو انت من عملاء ما اعرفش ايه، لو بتستفسر عن ما اعرفش ايه وتسمع بقى الاغاني اللي هم بيحطوها الممله اللي قرف الدنيا. بعد زهق ساعتين وانا قاعد بسمع الاغنيه اللي ملهاش اي لازمه، تلاقيه مره واحده ساكت، فانت تقول بس هيرد عليا يقول لك، تلاقي راجل صوته بيقول لك ايه بقى: جميع ممثلين خدمه العملاء الان مشغولين، سيتم الرد عليك في اقرب وقت، نحن نحرص على حبيبي انجز انا مليت. فين وفين راح رد عليا، فوانا بكلمه ايوه ازيك يا فندم عامل ايه، قلت له ازيك، قال لي يا فندم الشبكه بتقطع يا فندم معلش. وانا بقى لا احنا مش هعيد ده من الاول والله. وانا بقى عارف محمد رمضان في البرنس اللي هو الو بطمن على بيتي يا لا رد عليا ده انا على عيني. طب ايوه بقيت سامعك يا فندم. ايوه طيب ممكن نتعرف باسم حضرتك؟ انا اسمي اكرم احمد.
احمد ازي حضرتك، معاك كذا كذا ممثل خدمه عملاء شركه انت ايه المشكله اللي ممكن اساعدك فيها؟ قلت له والله انا دلوقتي ما عنديش مشكله، انا بس جددت الباقه ولحد الان النت ما اشتغلش. قال لي طب ثانيه يا فندم خليك معايا على المراجعه. طبعا انا متاكد ان هو في المراجعه دي رمى السماعه وبياكل بيكمل. سيب الكلب اللي بيكلمني ده دلوقتي، انا باكل دلوقتي وهعاكس السكرتيره ديت وهشوف ما اعرفش مين واشوف يا بوسبوس عامله ايه يا بعد لحظات معايا قال لي يا فندم طيب ممكن بس بعد اذنك تكلمنا من الخط الارضي اللي هو ما اعرفش ايه بالنت. قلت له بس كده حاضر. لقيته راح متصل بيا فعلا. ايوه يا استاذ اكرم معلش لو ازعجناك، احنا بس كنا بنكلمك عشان نعرف وبتاع. طيب خلاص حضرتك دلوقتي انت عايز تجدد الباقه؟ قلت له قال لي طيب احنا عايزين بقى نعرف اسم صاحب الخط ورقم البطاقه عشان نجدده. فانا رحت قاعد ومتكلم معاه قلت له حضرتك ما هو انا في البيت دلوقتي، انت عايز صاحب الخط في ايه؟ دلوقتي صاحب الخط امي وانا امي بتعمل عمره، اخليها تكلمك من العمره؟ يعني اخليها كده تقعد في الفندق وتقول لك اه والله يا ابني جدد له النت؟ انت عايز ايه حضرتك؟ قلت له طيب بالعقل تعالى كده نقعد 5 جد بقى، سيبك بقى من النت وسيبك من كل المشاكل دي كلها. انا مفروض مثلا ان انا حرامي، فانا وانا داخل بسرق البيت فاكتشفت بالصدفه ان الناس دي معهاش نت، فرحت نازل دافعها لهم ورحت راجع مكلمك عشان تجددها؟ والله اتكلم معايا بالعقل كده، يعني ايه اللي المفروض يحصل؟ فانا ايه ده الناس دي وانا بسرقها؟ اوف لا انا مش هسرقهم كده واسيب النت بتاعهم مش هينفع. ده التفكير اللي في دماغي. المفروض طيب ان انا مش تبعهم خالص، واحد كده جاي صدفه بيمر في الشقه عشان احنا شقتنا المفروض مبواله حضرتك. بجد والله اتكلم معايا قال لي لا حضرتك والله برضو دي مش مشكلتي، انا مش هقدر، دي تعليمات واوامر وما اعرفش ايه، ومش هقدر ان انا اجدد النت خالص غير بصاحبه الخط والرقم القومي بتاعها. قلت له يعني انت شايف كده؟ قال لي والله كان نفسي اساعدك يا فندم. وراح قفل في وش السكه، قفل في وش السكه من هنا. رحت رايح مكلم امي قلت لها بقول لك يا ماما عمره مقبوله والله ان شاء الله، بس ابعتي لي بطاقتك. ليه ايه حصل؟ عايز اجدد النت وهم عايزين الرقم القومي بتاعك وبتاع. راحت بعت لي بطاقتها. قعدت بقى مع ذاتي شويه كده وقاعد بقول طب انا احل المشكله دي ازاي؟ ها من هنا لهنا قلت بس انا مش معايا الرقم القومي بتاع امي، انا قلت صوت امي. رحت راجع متصل بيهم تاني بعد الانتظار وبعد الليله دي كلها. راح الرد عليا انا بقى الو. ايوه يا فندم ممكن نتعرف ازاي حضرتك؟ صباح الخير اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني والله. يا رب حضرتك تكون صحتك كويسه، ممكن يا فندم تساعديني او تقولي لي انا ممكن اعمل لك ايه؟ قلت له المساعد ربنا يا ابني. انا دلوقتي يا ابني الباقه عندي خلصت، فلو سمحت ممكن بس تجددها لي؟ قال لي طيب يا فندم لحظات معاكي. قلت له على مهلك يا ابني. ممكن بس يا فندم طيب تملينا اسم حضرتك وتملينا الرقم القومي بس كده؟ حاضر يا ابني. يا اكرم يا ابني يا حبيبي لو سمحت ممكن بس تجيب لي النضاره بتاعت القرايه؟ فانا رحت عامل صوتي بقى ايوه ماما ماشي حاضر. خلاص ما احنا المفروض ان انا بقول لامي الرقم واحده واحده وامي تقوله واحده واحده. فاهم انت؟ ها دينا لغايه اخر رقمين. طيب يا فندم ها في لحظات معايا ديني بجدد لك الباقه. على مهلك يا ابني جددها على مهلك. تم تجديد الباقه يا فندم. قلت له حبيبنا والله يا حبيبي والله حبيبنا انا مش امي انا حبيبك اكرم. والله ده اكبر دليل ان خدمه العملاء في مصر مبنيه على الغباء.